دابا سماره منين استهدفوها؟ من بير الحلو بعيده، لانه هما صواريخ كراد، صاروخ كراد راه ما كيفوتش 50 كيلومتر المدى ديالو. بير الحلو بعيد، فاريتي بعيده. اقرب نقطه شنو هي؟ هي اقرب نقطه كاينه في الحدود الموريتانيه، بمعنى تسللوا للحدود الموريتانيه وقصفوا من تما، ضربوا من تما على اساس انهم يورطوا موريتانيا. راه كيديروا هذه القضيه، كيحاولوا دائما يورطوا موريتانيا. دابا هما المشكل ديال البوليزاريو جاوا المغرب مع الحرب طحنهم، جاوا ليه في العمليه السياسيه طحنهم، كيقلبوا على الانتحار، باغيين ينتحروا، بغاو ينتحروا، واغبياء باغيين ينتحروا بغباء، باغيين ينتحروا بغباء، باغيين ينتحروا بطريقه غبيه جدا، باغيين ينتحروا باش يبقاو يبكيو، باش يديروا المظلوميه ويبقاو يبكيو. كيقلبوا بحال شي واحد ما قادش عليه وجاي كيتعلق فيك باش تدخل يضربوه، وملي كتدخل يضربوه كيمشي يبقى يبكي على بالك محكر عليه. هادشي كيديروا الجزائر نيت 63 داروها في 63 داروها في مكاله. كيجي عندك كيتشعبط فيك، يقلب عليك، انت كتقول لي يا ودي عطيني اتساع، انا راه ماشي قدك، وقرني عطيني اتساع بعد مني. هو بحال شي واحد راه كيوقع في الحياه اليوميه، شي واحد تيقلب عليك يقلب عليك يقلب عليك، ملي كتعطيه علاش كيقلب كيمشي يبقى يشكي عليه بطل ويبقى يبكي له، يقول لي محكر عليا وتعدى عليا. دابا بوليزاريو شنو تيديروا؟ بوليزاريو داير بحال شي غبي، شي مجنون، شي معتوه، كيدير الكارثه وكيوحل فيها، وكيقدر شي حاجه ينسبها لراسو اللي ما كايناش، وكيقدر يهدد بالحاجه، وبمجرد التهديد بانك غتستعمل القوه بحال استعملتيها. مجلس الامن هكا قانونيا هكا كيتعامل مع المرتزقه ديال البوليزاريو. وشنو هو الاستفتاء كي غادي يكون، كيفاش كذا، علاش فشل، ما هادشي ما كاينش. من 2007 الان ما كاينش الكلام على الاستفتاء. قبل ما يبني المغرب الجدار في 81، الناس اللي ما تعرفوش التاريخ ديال القضيه، قبل ما يبني المغرب الجدار كان استهداف ديال السماره وديال العيون وديال الداخله وديال الطاح وديال كاع، كان استهداف يومي، وماشي غير هكا، كان الاستهداف كيوصل حتى لعند كيف على الاستهداف كان كيوصل حتى لهذا الطاطا واقا. المغرب تيقول لك انه كيقترح الحكم الذاتي كبدايه للعمليه السياسيه للتفاوض، ولكن اللي بغى يطرح شي بدايه اخرى تكون بدايه مرتبطه ايضا بالعمليه السياسيه، مرتبطه بالقرارات ديال مجلس الامن. دابا ملي كيوليو الزمين بهذه الطريقه، يعني مجلس الامن مصر على القضيه تبقى في الفصل السادس، ومصر على التجديد ديال ما معنى التجديد ديال البعثه ديال مين ورسول، التجديد ديال كذا، بمعنى مجلس الامن تيقول لهم هذا قرار ديال مجلس الامن، وانه الملف غيبقى على الفصل السادس، عمليه سياسيه، الحكم الذاتي هو الارضيه ديال النقاش. هذو هما النقاط اللي كيحسمهم دائما مجلس الامن. قرار ديال مجلس الامن قرار واضح جدا، باين، ما محتاج لا نقاش ولا كثره حديث ولا نضيعوا الوقت، انه مجلس الامن من جديد، الامم المتحده من جديد، في ثالث محطه من وراء القرقرات، كتاكد على نفس المسار ديال القرقرات. فبالتالي مجلس الامن اللي كيجي ويقول لك انه كنتكلموا على القرار اللي هو داز ب 13 صوت، يعني مقابل امتناع صوتين او امتناع عضوين، لا يهم، يعني امتناع في الحاله من عدمه غير مهم. الدول اللي عندها الفيتو حتى شي وحده ما دارت الفيتو، الدول اللي هي صاحبه القرار وصاحبه كذا كتكلموا على 13 دوله، فبالتالي القرار داز باغلبيه كاسحه مطلقه، يعني نسميها ماشي. في اخر المطاف كنتكلموا على قرار ديال المؤسسات ديال القانون الدولي، قرار ديال مركز الثقل في صناعه القرار في النظام الدولي، اللي كتهضر على حاجه واحده، وانه هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربيه راه ما يمكن نهائيا انه يتحل الا في اطار السياده المغربيه اولا، حل يرضي جميع الاطراف، عادل دائم سياسي مقبول من جميع الاطراف، اللي هو الحكم الذاتي، ماشي شي حاجه اخرى. الفقره الاساسيه اللي دائما كتاكد فيها مجلس الامن كيتكلم على انه الحكم الذاتي او المقترح المغربي اللي تقدم عنده المصداقيه وعنده الجديه، ما كيقولش نفس الكلام على البوليزاريو، ما كيقولش نفس كذا. ثم الاكثر من ذلك القرار كيتكلم على الجرائم اللي كيديرها البوليزاريو، كيتكلم على الاخلال ديال البوليزاريو يعني مضامين ولا بالنصوص ديال يعني الاتفاق ديال وقف اطلاق النار والضرورات ديال التعاون مع الامم المتحده، بمعنى الروح ديال داكشي اللي تكلمت عليه. راه كنت تكلمت على هذا الشيء، وانا قبل كنت قلتها بكل ثقه بانه القرار الجاي غادي يكون بحال القرارات السابقه، بل انه غيكون فيه نفس اضافي. النفس اللي كاين اضافي في هذا القرار اللي هو واضح المعالم جدا، هو انه البوليزاريو الان ولات امام يعني مفترق طرق، يا اما تجي هي ومعها جزائرها ومعها بيادقها ومعها كاع الحماق ديالها يجيو الصيغه اللي كيطرحها مجلس الامن. شنو هي الصيغه اللي كيطرحها مجلس الامن؟ تيقول لهم هذا النزاع المفتعل غيتحل بطريقه واحده، غيبقى التدبير ديالو ولا الاداره ديال النزاع ولا اداره العمليه السياسيه في الامم المتحده اختصاص حصري ديال مجلس الامن، اولا على الفصل السادس. ما معنى على الفصل السادس؟ بمعنى التدابير السلميه، بمعنى ملي كنتكلموا على التدابير السلميه معنى التدابير السياسيه. ما معنى التدابير السياسيه؟ بمعنى انه عندنا عمليه سياسيه خاصها ضروري تنطلق من تمشي بموائد مستديره من 2018 حتى هذا القرار هو المسوق يعاود يحكي على نفس المسلسل. كنعاودوا نتكلموا على انه خاص جميع الاطراف المعنيه المسؤوله المرتبطه بهذا النزاع اللي هي 4 ديال الاطراف خاصهم يجيو يجلسوا في موائد مستديره من اجل المساهمه في تثمير، في تزخيم، في تقويه هذا يعني الحل
ديال الحكم الذاتي، لانه هو الارضيه الوحيده للحل. هذا الشيء ملي تيقولوا الحكم او القرار اللي كيصدر ديال المجلس الامن كيبني على التقرير ديال الامين العام. التقرير ديال الامين العام اللي كيهضر على حاجه واضحه، اللي تيقول لك انه المغرب اساسا ملي طرح المساله قال لك انه في يعني العمليه السياسيه كيطرح المبادره ديال الحكم الذاتي، ولكن بامكان النقاش والمفاوضات والعمليه السياسيه ان تؤدي الى نهايات اخرى، يعني الى تكييفات اخرى، بمعنى العناصر اللي كيقترحها المغرب الحكم الذاتي، الصيغه ديالو، الشكل ديالو، كذا الصلاحيات ديال جهه الحكم الذاتي، وهذا ممكن يتطور فيها النقاش. بمعنى عندك واحد المساحه كبيره ممكن يبقي فيها النقاش، ممكن يجي البوليزاريو يتناقش فيها مع الجزائر وما يطرحوا فيها النقاش، لا هما كيهربوا من هذا الشيء، كيمشيو كيعاودوا يجدروا كلام ما كاينش في الاجنده اصلا، ما كاينش في جدول الاعمال، ما كاينش في النصوص ديال القرارات. من ناحيه اخرى المغرب تيقول لك انه كيقترح الحكم الذاتي كبدايه للعمليه السياسيه للتفاوض، ولكن اللي بغى يطرح شي بدايه اخرى تكون بدايه مرتبطه ايضا بالعمليه السياسيه، مرتبطه بالقرارات ديال مجلس الامن، ماشي بدايه جيني انت بغيت تبدا من 88 بغيت تبدا من 91. تجاوزنا هذيك المرحله، وصلنا ل 2007، كاينه واحد البدايه اللي اقترحها المغرب، اراني شي بدايه متقدمه، نبنيو عمليه سياسيه. دابا ملي كيوليو مأزمين بهذه الطريقه، يعني مجلس الامن مصر على ان القضيه تبقى في الفصل السادس، ومصر على التجديد ديال ما معنى التجديد ديال البعثه ديال مين ورسول التجديد ديال كذا، بمعنى مجلس الامن تيقول لهم هذا قرار ديال مجلس الامن، وانه الملف غيبقى على الفصل السادس، عمليه سياسيه، الحكم الذاتي هو الارضيه ديال النقاش. هادو هما النقاط اللي كيحسمهم دائما مجلس الامن، وديما كيزيد كيتزادوا تاكيدات اخرى، الوضع الجيوسياسي والاقليمي والمنطقه الساحل والصحراء كلشي داكشي كاين في القرار، نفس الامور اللي يعني اللي ورثت في جميع القرارات ديال مجلس الامن واللي كتطور من 2013 و 2018 وغيرها. انا محطه راسبق لي وضحتهم في اكثر من مره. ثم كيجيو من جانب اخر، الجانب الاخر اللي هو المساله اللي كيتكلم القرار على في الحيثيات ديالو، لانه دائما القرار كاين فيه الديباجه ديال القرار ديما كتكون فيها الاحاله على النصوص السابقه. القرار بحالو بحال القرارات اللي قبل، يعني كيحيل فقط على القرارات ديال مجلس الامن اللي بداو في 2007، يعني من 2007 الان، يعني من اكتوبر 2007 الان، ما كاينش شي حاجه في 2006 وقبل. القرارات اللي كان باقي مطروح فيهم الاستفتاء كورقه للنقاش او مطروح مازال كيتناقشوا عليه، واش هو الاستفتاء كي غادي يكون كيفاش كذا علاش فشل، ما هادشي ما كاينش. من 2007 الان ما كاينش لا كلمه على الاستفتاء، فالمرجعيه ديال القرار بحال القرارات اللي قبل منه كيرجع ل 2007. هذه هي الديباجه ديالو. الحيثيات ديال القرار فيها مجموعه ديال التفاصيل، ومنهم كيتكلم على ما يسمى بالاعمال القتاليه ولا الاعمال العدائيه، اللي هي ببساطه هذاك الشيء اللي تيتكلم عليه بوليزاريو. هذا الكلام اللي تيقول دابا بوليزاريو شنو تيديروا؟ بوليزاريو داير بحال شي غبي، شي مجنون، شي معتوه، كيدير الكارثه وكيوحل فيها، وكيقدر شي حاجه ينسبها لراسو هي ما كايناش، وكيقدر يهدد بالحاجه، وبمجرد التهديد بانك غتستعمل القوه بحال استعملتيها. مجلس الامن هكا قانونيا هكا كيتعامل مع المرتزقه ديال بوليزاريو. فملي كيتكلم معاهم في الحيثيات القرار شنو تيقول لهم؟ تيقول لهم شوف، الشرق ديال الجدار الرملي اللي هو المنطقه العازله، اللي هي منطقه خاصها المفروض ان تكون منطقه عازله، يعني بمعنى ما يكونش فيها حتى شي نشاط عسكري ديال حتى شي طرف من الاطراف ديال النزاع المفتعل. فبالتالي انتم كتقولوا انكم خرقتوا الاتفاق وما بقيتوش في الاتفاق اطلاق النار، وانكم خارجين عليه، وكتديروا وكتبناو عمليات. دابا لحد الساعه شويه تحقيقات وهذا الموضوع ديال الحادثه خارجين ببيان، شويه يقول لك حنا قصفنا، شويه يقول لك حنا ما قصفناش، شويه يخرج لك الصعلوك يخرج يقول هو كذا، راه كنتناقش مع هذه الاشياء هذه، وقلت له تحمل مسؤوليتك في الامور مع اسبانيا، مع اسبانيا. انت كتشجع وكتحرض على القتل ديال المدنيين وعلى الاستهداف ديال المدنيين. فبالتالي انتم غاديين في واحد المنحى معين. اذا كيقول لك مجلس الامن هذه اللعبه راه غادي تنتهي بواحد الحاجه اللي هي شنو هي انه المغرب قالها، انه المغرب غادي يغير التكييف القانوني، لانه على سبيل المثال دابا كنتكلموا مثلا على الاستهداف ديال السماره. قبل ما يبني المغرب الجدار في 81، الناس اللي ما تعرفوش التاريخ ديال القضيه، قبل ما يبني المغرب الجدار كان استهداف ديال السماره وديال العيون وديال الداخله وديال الطاح وديال كاع، كان استهداف يومي. وماشي غير هكا، كان الاستهداف كيوصل حتى لعند على الاستهداف كان كيوصل حتى لهذا الطاطا واقا وقلميم، جاو المنطقه ديال فين كاين التكنه وايت الحسن وايت بعمران، كل ما المناطق كانوا كيتستهدفوا. وماشي غير هكا، كانوا كيتختطفوا منهم الناس، كانوا كيدخل البوليساريو ويختطفوا منهم الناس. قبل من 81، قبل ما المغرب يبني الجدار خلى البوليساريو يتلاحوا التوش، بمعنى ملي المغرب دار الجدار بقى لكم غير الكركارات جاو كيتلاعبوا فيها وكيديروا فيها البساله، وهاد البساله اللي كيديروها في الكركارات سد عليها المغرب بالعمليه ديال الكركارات ديال دوجنبير 2020. وملي سد المغرب العمليه ديال الكركارات مشاو كيقلبوا على وسائل اخرى،
ديال يحاولوا يتلاعبوا، يدخلوا للمنطقه العازله، يدخلوا كذا. الحادثه ديال الداه البندير، الحادثه ديال كذا، كل مره يديروا لعبه. كل حادثه الشاحنتين كيستغلوا هذاك الممر اللي هو ممر غير رسمي، يعني ممر اللي هو غير مرسوم، يعني غير كيمشي، غير المشي اللي فيه اللي خلاه يولي ممر، اللي هو ديال ديك المنطقه بين التيلي وبير الحلو، وكيدخل حتى لتندوف. فبالتالي مجموعه ديال الامور اللي كيحاولوا يستغلوها في هذه المنطقه، اللي الان كتقول حاجه وحده، انه الا ما كانوش غيلتزموا وكيتثبت عليهم هذه الجرائم وكيثبتها لهم الامين العام وكتبها الامم المتحده والمينورسو والتقارير وهذا، وكيثبتوا على راسهم بالغباء ديالهم والجهل. اذا المغرب شنو غادي يدير؟ راه قالها السفير عمر هلال من وراء قرار 26/054 ديال 2023 ديال 2022. دابا حنا في 2023، نفس الموقف كيتكرس الان في هذا القرار وغيمشي لقدام. شنو غنوليو؟ حنا كنتكلموا وكنستحضروا ما واقع في السماره. دابا السماره منين استهدفوها؟ من بير الحلو بعيده، لانه هما صواريخ كراد. صاروخ كراد راه ما كيفوتش 50 كيلومتر المدى ديالو. بير الحلو بعيد، تفاريتي بعيده. اقرب نقطه شنو هي؟ هي اقرب نقطه كاينه في الحدود الموريتانيه، بمعنى تسللوا للحدود الموريتانيه وقصفوا من تما، ضربوا من تما على اساس انهم يورطوا موريتانيا. راه كيديروا هذه القضيه، كيحاولوا دائما يورطوا موريتانيا. فبالتالي اشنو خاص المنطقه؟ ولا خاصها يا اما الامم المتحده دير قرار على الفصل السابع، يعني تدابير الزاميه قصريه، تدابير ديال القمع، ديال يلتزموا بالاتفاق اللي وافقنا، يلتزموا بالشرعيه الدوليه، يلتزموا بالقرارات الامميه. مرحبا. ما بغاوش، المغرب غادي يتدخل بطريقته كيف ما دار في الكركارات، مشاركه مع الامم المتحده بطبيعه الحال. وهذا غيكون اخف ضررين على الامم المتحده، انما دير لها الفصل السابع لا والو، ما اتخذش قرار، لانه القرار على الفصل السابع دابا المسار غادي، قرار كيتحدد كيجي في اكتوبر. المسار السياسي مرسوم، عندك سميتو البعثات كدير خدمتها، عندك المبعوث الشخصي كيدير خدمته، عندك كذا، كيجي اكتوبر كيقدموا التقارير ديالهم، كيجي الاخر ديال اكتوبر كيجي القرار. هكا ولات المساله. الى الامور مشات في اتجاه اخر بحال 2017 و2018 ممكن القرار يولي يصدر جوج مرات في العام، بحال كيف ما كان كيوقع واحد 3 ولا 4 المرات. ثم ممكن دابا الان تولي حاجه اخرى، خرج قرار على الفصل السابع اذا كان ما غيلتزموش. بخصوصا باش شفنا اليوم الكلمه ديال السفير عمر هلال، بما كنتكلموا على انهيار ديال العمليه السياسيه، بالعكس هذه العمليه السياسيه دابا هما المشكل ديال البوليساريو جاوا المغرب مع الحرب طحنهم، جاوا ليه في العمليه السياسيه طحنهم، كيقلبوا على الانتحار، باغيين ينتحروا، بغاو ينتحروا، واغبياء باغيين ينتحروا بغباء، باغيين ينتحروا بغباء، باغيين ينتحروا بطريقه غبيه جدا، باغيين ينتحروا باش يبقاو يبكيو، باش يديروا المظلوميه ويبقاو يبكيو. كيقلبوا بحال شي واحد ما قادش عليك وجاي كيتعلق فيك باش تدخل ضربوه، وملي كتدخل ضربوه كيمشي يبقى يبكي على بالك يقول محكر عليه. عاد شي كيديروا الجزائر نيت 63 داروها في 63، داروها في مقاله. كيجي عندك كيتشعبط فيك، يقلب عليك، انت كتقول لي يا ودي عطيني اتساع، انا راه ماشي قدك، وقرني عطيني اتساع بعد مني. هو بحال شي واحد راه كيوقع في الحياه اليوميه، شي واحد يقلب عليك يقلب عليك يقلب عليك، ملي كتعطي علاش كيقلب كيمشي يبقى يشكي عليه، يبقى يبكي ليه، يقول لي محكر عليا وتعدى عليا. هذه فعيل ديال المرضى نفسيا، ديال الناس المصابين عندهم داك المشكل ديال المازوشيه، ولا كيعجبهم يتأدبوا، كيعجبهم شي حد ما عرفش، كيعجبهم ياكلوا العصا، كيعجبهم كيقلبوا على هادشي. والمغرب دار عقله مثبت معاهم، ما مسوق لهمش، ما داخلش معاهم في هذا اللعب ديال الدراري الصغار. تيقول لهم انا ملتزم، كيتصرف المغرب كدوله مسؤوله، ماشي ما اي حاجه غيستفزوه هذا، لا كيضبط عليهم امه. فبالتالي كنشوفوا ان السياق ديال الحديث كله غادي في اتجاه واحد، ديال انه اما يكون قرار على الفصل السابع وممكن يصدر من غدا، ما عندوش علاقه بهذه القرارات اللي كيصدروا دابا ديال الفصل السادس، ممكن من غدا يصدر قرار على الفصل السابع. القرار شنو غيكون فيه بوضوح؟ اما البوليساريو يلتزم صافي، يلتزموها، ها القرار ها اللي غيكون 1 2 3 4 يلتزموا بها، ما بغيتوش تلتزموا بها راه كاين التدابير ديال القمع. هكا بغيتو هكا مرحبا، ما بغيتوش المغرب عنده الخيار الاخر، وهذا الخيار هو اقل تكلفه على الامم المتحده بلا ما ندخل في السابع، والمغرب هو اللي كيقترحوا هو اللي يطرحوا. ما بغوش يلتزموا، المغرب غيستلم المنطقه العازله، يعني ما كاين لا اداره ديال الامم المتحده لا مينورسو لا عبوا الريح، صافي سالينا، خلي المينورسو خلي كذا تمشي تخدم في بلاصه اخرى، تمشي تدخل شي عندهم تندوف ولا دير شي حاجه اخرى، تخلي المكاتب ديالها وراها كاينه تما وصافي. ولكن المغرب باستلم الاداره يعاود يبني جدار اخر متقدم، ويقدر يبني احزمه من الجذور، يبني احزمه ديال الجذور اخرين اللي ممكن ما يخليوش حتى هذاك التسلل اللي كيوقع ويمشي لموريتانيا وهذا تما صافي تسالت ديك القصه، ويدخل في شراكه جديده مع موريتانيا اللي تضبط حتى هذاك المجال كله. يعني موريتانيا تبني جدار ولا تبني شي حاجه اللي تحمي التراب ديالها من انه يتستعمل.